ماشي غير كيصنع المصاصات، هو كيمص الدماء المغاربه المرضى والمحتاجين للادويه. فضيحه المجلس الوطني للصحافه بينات على انه الامور في المغرب جد خطيره في هذه المجالس وهذه الحكومه. امور يعني مبنيه على التشيطين وعلى ايش وعلى قله الادب وقله العرض ديال هذا المجلس اللي هو مدعوم من طرف الحكومه ويتعاون معها. وهذه مسؤوليه الحكومه اولا واخيرا، مسؤوليه وزير الثقافه اللي جاء من اجل مهمه هو تدمير الصحافه الوطنيه وهذه الحكومه كلها. وعاد سي وزير العدل الوهبي كيقول عكروا لي، ها هو العكار ماشي غير العكار، يعني الفساد كيجري على رجليه عاين باين. السلام عليكم. هذه مدة لم نتواصل نظرا للظروف التي كنت أمر بها بعد وفاة الوالد رحمه الله. كاين كثير من المستجدات في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها يعني استمرار هذه الحكومة في نفس النهج ديال الفساد وتضارب المصالح. والخطير في الأمر أن الأمور تتطور بواحد الشكل اللي هو رهيب ويعني لا يبشر بخير. كاملين بكم تبعتوا الفضيحة وزير التعليم اللي هو اولا معروف انه صديق سي عزيز اخنوش، بيناتهم مصالح اقتصاديه، ولكن اللي تفضح مؤخرا انه يعني لازال هو عنده واحد الشركه مكلفه بالادويه وباقي كيمارس فيها وباقي عنده اختصاصات فيها وكيستفد من صفقات بالملايير الدوله المغربيه ووزاره الصحه. والخطير في الامر اللي يمكن باقي ما هضرنا عليه ان الدوله كتمتع هذه الشركات بالعديد من الاعفاءات باش يرخصوا الادويه على المغاربه. والحقيقه ان الادويه كتبقى غاليه باش هاد الناس هادو باش تعرفوا الطينه والمعدن هاد المسؤولين هاد الحكومه وخصوصا هاد وزير التعليم. المعدن اللي كيمص ماشي غير كيصنع المصاصات، هو كيمص الدماء المغاربه المرضى والمحتاجين للادويه خصوصا في الامراض المزمنه بحال السرطان. الدولة كتعطيهم إعفاءات وهما كيحافظوا على نفس الثمن. تصوروا على أنه كيستوردوه بأقل من 300 درهم وكيبيعوه للمغاربة ب1000 درهم وأكثر. بس تعرفوا الرحمة والقلب والغيرة على المغاربة اللي عند هاد الناس وهاد الفئة هذه. يعني يعجز اللسان على وصف ما يجري الآن في المغرب. مؤسف جدا أنه في ظل واحد المجموعة ديال الانجازات اللي كينجزها المغرب خصوصا المؤسسه المغربيه المؤسسه الملكيه، كتستمر الحكومه في نهج السياسه ديال مص دماء المغاربه. خرج تقرير اخير كيأكد على ان المازوت والليسانس والمواد المحروقات رغم انها كتنخفض في السوق العالميه الا ان شركات المحروقات باقي كتبيعها بنفس الثمن. يعني ورغم العقوبات اللي صدرها مجلس المنافسه باقي هذه الشركات كتقوم بالاحتكار في ضرب كل القوانين، في ضرب كل شيء عرض الحائط وضرب مصالح المغاربه اللي هما انتوما. يعني هاد الناس لا ترحمكم في شيء. تفجرت كذلك فضيحه وزير الثقافه السي مهدي بن سعيد، السيارات اللي قالوا لجلاله الملك وقالوا للشعب المغربي انها غتكون مغربيه 100%، وخداو عليها تعويضات ملايير الدراهم من جيوب المغاربه. اكتشفوا المغاربه انها سيارات كتجي غير كتركب هنايا والله يجعل شي بركه. بالعكس كاينه في الاسواق العالميه كتباع ارخص. شوفوا على فضيحه هذه مموله من جيوب المغاربه، وهذا الشيء قدموه لجلاله الملك بلا حياه بلا حشمه. وعاد سي وزير العدل الوهبي كيقول عكروا لي، ها هو العكار ماشي غير العكار، يعني الفساد كيجري على رجليه عاين باين. فضيحة المجلس الوطني للصحافة بينات على أنه الأمور في المغرب جد خطيرة في هذه المجالس وهذه الحكومة. أمور يعني مبنية على التشيطين وعلى إيش وعلى قلة الأدب وقلة العرض ديال هذا المجلس اللي هو مدعوم من طرف الحكومة ويتعاون معها. وهذه مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا، مسؤولية وزير الثقافة اللي جاء من أجل مهمة هو تدمير الصحافة الوطنية وهذه الحكومة كلها. اللي بغيتكم تعرفوا أيها الإخوان أن اليوم كاين واحد التحالف، أنا متأكد وعندي اليقين أن هذا التحالف ديال التشيطين الأصل ديالو أصل ديال فعيلو غير نابعة من تربة مغربية، ومتأكد من ذلك. هذا الشيء وهذه التصرفات ليست نابعة
من تربة وأرض مغربية. هذا الشيء عنده شيء لا أصل له، وما نعرف منين يجي، ما نعرف منين يجي، لأن هذا الحقد على المغاربة وهذا يعني الإصرار على مص دمائهم وعلى الاعتداء على حقوقهم بهذه الطريقة، يعني أكيد أن من يقوم بذلك لم يتربى في هذه التربة نهائيا، ولم يشرب من ماء هذا البلد. لأن احنا تنعملوا كنحشموا المغاربة كي يخربق حتى يخربق، ولكن كنبقى في القلب ديالو شوية ديال الرحمة. هاد الناس هادو لا رحمة لهم، لا رحمة لهم. فضائح يعني متواترة ومتراكمة، فضيحة بعد فضيحة، إصرار في العمل الإجرامي، عمل من بعد عمل، يعني من فضائح المغرب الأخضر إلى فضائح ديال تضارب مصالح، تحلية مياه البحر، الزيادة في يعني في الرسوم على المقاولات الصغيرة والضرائب على المقاولات الصغيرة وعلى الفلاح البسيط، الأسعار غالية، الاستفادة واحد الفئة قليلة. هذا الشيء هذا إجرام متواصل على المغاربة، إجرام متواصل، وهذا الشيء هذا أصله غير مغربي متأكد. اليوم شحال هذه في الستينات والخمسينات كان الاستعمار الأجنبي واضح. اليوم احنا نعيش استعمارا من نوع آخر، ولكن غير واضح المعالم، غير أننا متيقنون في الحزب المغربي الحر أن أصل هذا التنكريه وهذا الشيطان غير مغربي. المغربي ما كيعملش هذا الشيء هذا في ولاد بلاده نهائيا. لذلك اليوم المسؤولية أيها الإخوان ليست على الفاعل السياسي وحده، المسؤولية عليك أيها المواطن، عليك أختي المواطنة، انك تحاربي هذا الشيء بكل ما اوتيت من القوه، لان هذا الشيء هذا كيمسك وكيمس الاسره ديالك والعائله ديالك والجيب ديالك والرزق ديالك والكرامه ديالك وكل شيء ديالك. وقلت لكم لا تعولوا على جين زيد او شي تخربيق، هذوك الدراري الصغار لا تعرفوا شيئا، لا تعولوا عليهم في التغيير. لن ياتي التغيير بالفوضى، لن ياتي التغيير بجوج ديال الاحتجاجات في الشارع والله يجعل شي بركه. وعييت ما نقول ان هذا الشيء هذا لا مستقبل لها جين زيد، وقلت لهم أن التغيير الحقيقي هو بالعمل المؤسساتي داخل الأحزاب السياسية. اليوم حزب المغرب الحر يستعد أيها الإخوان أيتها الأخوات لإنجاز أكبر تغيير في تاريخ المملكة. أرجوكم اليوم اللي كيشوف راسو الكفاءة والقدرة والقوة أنه يتصارع مع هاد المفسدين مرحبا به عنا، يوجد راسو ويتصل بينا ونتواصلوا به ويعطي المشروع ديالو والافكار ديالو باش يمكننا نتوحدوا ونغلبوا هاد المجرمين. اليوم ايها الاخوان هادو خرجوا بوجه مكشوف، بوجه مكشوف يعتدون على المغاربه، والمغاربه ساكتين على هاد الظلم وعلى هاد القهر وعلى هاد الفضائح المتواليه. لذلك ارجوكم اجيو نعملوا يد في يد باش نوقفوا في وجه هاد الطوفان من الفساد وهاد الطوفان من الطغيان وهذا الطوفان من الاعتداء على قيم المغاربة وعلى أرزاقهم. ونحن لا نعول على أحد غيركم أيها المغاربة باش نوقفوا في وجه هاد الناس هادو، لأن اعتدوا كثيرا على الجميع، على الطبقة الفقيرة، على الطبقة المتوسطة، حتى على الأغنياء، حتى على المستثمرين. لم يعد كيجبروا بلاصة في هذا المغرب باش يستثمروا وباش يتاجروا بكل حرية. الأمور جد خطيرة والانتخابات على الأبواب، وهاد الناس يعني تحضر من أجل العودة. هاد المحتكرين، هاد تجار المخدرات، هاد المافيوزيين، هاد حلفة الشيطان وإيش وقلة الأدب، كلهم الآن باغين يرجعوا، باغين يستمروا. لذلك المسؤولية عليكم. اللي ما مسجلش في اللوائح الانتخابية عليه أن ينهض ويسجل راسه. المسؤولية عليكم، عليكم، لا أمام الشعب ولا أمام جلالة الملك ولا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء ما بقاش كيعجب وما بقاش يعني يمكن تحمل السكوت عليه، وكل شيء مسؤول، كل شيء مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.